السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم العجينة ديال الميني بطبوط اللي كتجي ناجحة 100%. المهم درت 250 غرام ديال السميدة رقيقة أولا الفينو، و 250 غرام ديال طحين القمح. وبالنسبة للزرارع درت معلقة صغيرة من زريعة الكتان ومن نافع، وواحد راس معلقة ديال الحبة السوداء بالنسبة اللي كيبغيها. درت معلقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات، ودرت هنايا معلقة صغيرة ديال الملح. ودابا غادي نضيف واحد القياس تقريبا معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، كتجي رائعه في ميني بطبوط اولا البطبوط بالنسبه للخبز بصفه عامه. المهم انا غادي نخلطها، نبدا نضيف الماء تدريجيا حتى تجمع العجينه، تكون واحد شويه مرخوفه وتدلك مزيان. خليوها تدلك تقريبا واحد 7 دقائق بهاد العجانه، ولا كنتو كديروا بيديكم راه تعجنوها مزيان. المهم انتم شفتوا كيف كيجي القوام ديالها، راه كتلصق بحال هكا. صافي غادي نخليوها تخمر واحد تقريبا واحد 7 دقائق، ما نخليهمش يخمروا بزاف، لان الا خليناهم يخمروا بزاف راه ما كيطلعوش. هذه من الحوايج خصكم تردوا ليها البال الا بغيتوا العجينه تكون ناجحه. صافي دابا راه خمروا من بعد 5 دقائق 7 دقائق عفوا. غادي نجي باش نشكلهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، لان كاينين بزاف البنات اللي كيقول لك راه ما كيطلعش لينا الميني بطبوط، خاصه هذا اللي كنبغيو نديرو فيه حشوات بحال هكا في رمضان. كتقول لك راه كيجينا لاصق ما كيطلعش ولا مدقس من الداخل. من الاسرار الاولى انه ما خصكمش تخمروه بزاف، وثانيا ملي تكونوا كتطلقوا في العجينه خص تكون رقيقه ما تكونش غليظه، الا كانت غليظه راه ما يطلعوش. هانتوما غتشوفوا القياس ديال العجينه، انا غادي نوريها لكم باش تعرفوا القياس اللي خصكم ديروا. صافي وكنقطعوهم بحال هذا الشكل. اللي بغات دير مكويرات وتقرصهم عاديا ممكن ديرهم، ولكن من الاحسن بالنسبه للميني بالضبوط اللي بغيتو ديروا الحشوات، من الاحسن ديروا بهذا القطاع عادي، كيجي ساهل. وكتجي كتحكمي في الرق ديال العجينه ولا. ها نتوما غتشوفوا راه كيجي رقيق بزاف، راه خصو يكون رقيق باش يلا يطلع. صافي انا غنستمر بهذه الطريقه هذه تنكملهم كاملين تقريبا، وديك الساعه غادي ندوزو باش نطيبوهم مباشره، ما خليتهمش يخمروا، غير كملتهم قطعتهم وجيت باش نطيبهم. من الحوايج اللي خصكم تردوا لها من الاسرار تاني ديال باش ينجحوا هاد ميني بطبوط ويجي طالع، بقاو تقلبوا فيه باستمرار، ما تخليوش بحال هكا كيطيب من واحد الجهه كتعاودوا تاني تقلبوه، لا، ملي تحطوه قلبوه باستمرار حتى كتطلع هذيك الخميره حتى كتنفخ. الا بقيتو كديروا بحال هكا راه غيجي ناجح 100% اكيد. هانتوما غتشوفوا بدون تعليق، هانتوما غتشوفوا الطريقه كيفاش دايره. واخا نطول عليكم شويه، ولكن غير باش تشوفوا المراحل اللي كدوز منها باش يجيكم بحال هكا، باش يطلعوا لكم هاد المخيمرات ويجيو خاويين من الداخل ومفشفشين رطبين، ما يجيوش مدقسين. هانتوما شوفوا كيفاش كيطلعوا دابا الخبيزات، راهم طالعين، راهم كيتنفخوا. صافي نبقاو نقلبوا بحال هكا حتى كيطيبوا، كنكملوهم. نكونوا مأكدين الا تبعتوا هاد المراحل اللي قلت لكم راه غادي ينجح 100%. وكيجي هائل بالنسبه للحشوه هكا، الا بغيتو تحلوهم ديروا فيهم حشوات بحال هكا، اولا الا بغيتو تاكلوه غير بوحدو بحال هكا بالزيت البلديه والعسل، راه كيجي رائع مع ديك النسمه ديال الزرارع، كيجي رائع.
صافي غير كنشوف راه طابت من الجهتين بجوج صافي وكنحيدها وكنبقى بحال هكا حتى كنكمل. شوف انا حاولت نحل وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي هكا مهويه. ودابا غادي ننتقلوا باش نديروا كاملين الحشوه ديالنا اللي قلت لكم غادي نديرها بالكروفات وبالفلافل. المهم درت هنايا تقريبا واحد شويه ديال زيت البلديه والفلفل الاخضر قطعته رقيقه. غادي نشحرهم واحد شويه. هنايا زدت واحد الراس واحد ديال الثومه، الا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، ولا ديروا الثومه بودره او غارليك باودر ديروها اللي بغيتو. اللي ما بغاش الثومه في رمضان كاين اللي ما كيبغيهاش ممكن الاستغناء عليها، ولكن راه كتضيف واحد النسمه زوينه. المهم غادي نشحرهم بحال هكا واحد شويه، وغادي نضيف الفلافل والتوابل. عندي هنا فلفله خضراء وحمراء وصفراء، ممكن ديروا اي نوع من الفلافل اللي عندكم، واخا تكون غير الخضراء راه ممكن ديروها، واخا تكون غير بوحدها هكاك راه كتجي زوينه. صافي كنبقى بحال هكا كنشحر. هنايا زدت واحد المعلقه ديال الفلفله الحاره اللي كيبغيها، اللي ما يبغيهاش ما يديرهاش، وكنستمر بحال هكا في التحريك. هنايا كنزيد الملح بطبيعه الحال على حسب الذوق، وكنزيد التوابل الاخرى. كندير شويه ديال الفلفل واحد شويه، ونزيد الكروفيت. هاد الكروفيت راني سلقته وقشرته وعاد ضفتو هنايا. ممكن تضيفوا اي حاجه بغيتو، ممكن تضيفوا الدجاج، السطوره ديال الدجاج تقطعوهم بحال هكا، كفته اللي بغيتو نتوما على حسب الذوق ديالكم. هنا زدت واحد 2 معالق كبار ديال المعدنوس مقطع رقيق. ممكن تضيفوا اللي بغيتو لهاد الحشوه هذه، ممكن تضيفوا لي زيبينا، ممكن تضيفوا مشروم اولا نقلب على الاسم ديالها شامبينيون، عفوا نقول شامبينيون تاع ممكن تضيفوهم، كتجي رائعه مع هاد الخلطه هذه ديال الحوت. صافي وكنستمر بحال هكا في التحريك حتى كطيب هذاك الكروبات. تقريبا ما كياخذش بزاف 7 دقائق ها هو واجد. وهي الحشوه ديالنا واجده، وهما الخبيزات ديالنا عمرتهم كيجيو رائعين محلولين مفشفشين كما كتشوفوا، كيجيو رطبين. غير حاولوا ديروا هذه الطريقه، تبعوا الخطوات اللي قلت لكم، راه غادي تنجح لكم اكيد 100%. كنتمنى هذا الفيديو هذا تكونوا استفدتوا معايا، وان شاء الله فيديو مقبل ووصفه مقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.